في المباراة بدقائق مع اليابان. خسرت خسارة كبيرة ب4 أهداف مقابل هدفين. كان نفس المباراة طويلا، وصل إلى ثاني أشواط الإضافية لكن حسموه اليابانيين، وبالتالي حجزوا أول بطاقة في دور النصف النهائي أو النصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة. لحظات ويبدأ شوط المباراة الأول بصافرة هذا الحكم إيفانز ليقود هذه المباراة البطولة نصف النهائي. نحن نلعب في دور الربع النهائي من البطولة. إذن نلعب نهائي 2016 عندما خسروا اللقب من أمام اليابان. الفرصة ما زالت مستمرة لمصلحة كوريا الجنوبية، تسديدة وهدف الأول. جول! الهدف الأول لمنتخب كوريا الجنوبية في ال7 دقائق الأولى. هذا ما يبحثون عنه كوريا الجنوبية، يريدون أن يفرضوا شخصيتهم منذ الدقائق الأولى. هنا الافتتاحية تأتي بعد 7 دقائق من بداية شوط المباراة الأول. هنا التمريرة ثم الرأسية عادت آسيا تحت 23 سنة. يبدو بأن إيفانز الحكم الأسترالي سيعود للتحقق من الهدف إذا ما كان صحيحا أو هناك ما يستدعي إلى إلغاء الهدف. هنا المتابعة المشاهدة، المحاولة ما زالت مستمرة لكن الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة لكن ما زالت المحاولة. المنتخب الاندونيسي عن طريق رافائيل سترويك يسجلون أجمل أهدافهم في هذه البطولة. فرحة كبيرة هنا تختلط لدى مدرب المنتخب الاندونيسي المشاعر. أكيد في المشاعر الخارجية سعيد بهذا الهدف، لكن هناك مشاعر داخلية مدفونة بأن هذا الهدف يدخل في مرمى بلاده. هنا فرحة كبيرة، هدف بصراحة رائع من جانب سترويك، هدف لا يصد ولا يرد حتى لو أعيد للمرة الثانية. لا أعتقد بأن مايك بوب سيتصدى. تشعل حماس المباراة الآن، إثارة ما بعدها إثارة. بالكوري جاستن هومر صافرة من جانب حكم المباراة، الحكم النهائي. رمية جانبية. المنتخب الاندونيسي لم يحقق أي انتصار. المنتخب الاندونيسي يحرج المنتخب الكوري. ما هذا الأداء والمستوى الكبير يقدم المنتخب. فرديناند يحاول يمر لكن الكرة والصافرة خطأ لمصلحة فرديناند، لمصلحة المنتخب الاندونيسي من مسافة بعيدة، من مسافة بعيدة عن التنفيذ. تمريرة عرضية لكن بعيدة إلى خارج، إلى أين؟ إلى خارج أرضية الملعب، لكن يبدو بأن الكرة خرجت قبل العرضية من جانب ريو. تألق في المنتخب الاندونيسي، يبعد من جانب إرناندو آراي في الكرة الماضية. إرناندو آراي يبدو بأنه يعاني من إصابة. المنتخب الاندونيسي يعرف فريق منتخب بلاده. طلعت المنتخب الكوري. هنا محاولة، فرصة خطيرة عرضية من جانب لاعب يوم جي سونغ لكن الكرة تبعد من العرضية. الرأسية خطيرة،
المنتخب الكوري لا يمكن أن يسجل في مرمى المنتخب الأندونيسي إلا بهذه الطريقة. نعم، بهذه الطريقة، بالخطأ لاعب ودفاع المنتخب الأندونيسي وضع الكرة في شباك فريقه. هنا الكرة الماضية والراسية اللي كانت من جانب كوماك انتقلت من راسية يونغ جي سونغ إلى راسية إكوام اللي وضع الكرة والهدف في مرمى. الآن المنتخب الكوري يعدل النتيجة في أمن إيفا. خطيرة التسديدة والهدف الثاني. المنتخب الأندونيسي يسجلون ثاني أهدافهم في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي. الهدف الثاني، ويؤكدون للمنتخب الكوري بأن المنتخب الأندونيسي ليس منافسا سهلا لكي تفوز عليه بسهولة. المنتخب الأندونيسي يرسل رسالة للمنتخب الكوري بأنه ليس فريق من السهل الفوز عليه، أو فوز في حال حقق ذلك ليس مجرد مفاجأة. المنتخب الأندونيسي يسجلون ثاني أهدافهم عن طريق رافائيل سترويك اللي يتخصص. ممتاز المرور والمحاولة من جانب فرديناند، لكن كرة مشتركة الماضية. فرديناند على أرضية تسديد من جانب ويتان، لكن سهلة ثم أصبحت صعبة على حارس المرمى. كانت من جانب هذا اللاعب سترويك اليوم يقدم أفضل مستوياته في هذا القبل. الأندونيسي ينضج بشكل متصاعد في كل مباراة، ينضج بشكل هنا مدرب تونسية في عام 2012. هنا فرصة من سترويك بعيدة التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. كذلك هنا العرضية التسديدة، لكن يبدو بأن الكرة عدت الخط المسموح من أرضية الملعب. لكن عندما نتكلم عن المقارنة ما بين إلى سترويك في تسديدة خطيرة من سترويك رافائيل سترويك في التسديدة الأخطر في شوط المباراة الثاني. الفرص من جانب المنتخب الأندونيسي وتهديد تسديدة كان فيها أنانيا في اللقطة الماضية. أرهان أو فرديناند. خطيرة ما زالت المحاولة التسديدة. خطيرة الكرة الماضية وسط ضربة في دفاع المنتخب. صافرة، ثلث ساعة تمر من زمن شوط المباراة. الثاني تسديدة خطيرة، كانت خطيرة التسديدة الماضية وابعدت من جانبي إلى الأمام. خطيرة تسديدة، المنتخب الكوري يعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة. هكذا هم الكبار، هكذا هم الكبار، يمرضون ولا يموتون. هنا التمريرة ثم التسديدة في المكان البعيد. المنتخب الكوري وسط الظروف الصعبة ونقص لاعب يسجلون الآن الهدف التعديل، وبالتالي التعادل
الأمور تعود من جديد. يبدو بأن المنتخب الكوري انطلاق محاولة فرصة، ويبدو بأن هناك خطأ لمصلحة المنتخب الكوري من مسافة قريبة. خطأ لمصلحة المنتخب الكوري في مسافة قريبة. حائط صد، تسديدة بعيدة. المنتخب الأندونيسي ويتان سليمان في التسديدة، لكن تصطدم في أحد لاعبي المنتخب الأندونيسي، بالتالي تتحول إلى خارج أرضية الملعب يا ركلة مرمى. المحاولة ما زالت مستمرة، خطيرة، تسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب من جانب لي كانغي، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة. المحاولة ما زالت مستمرة لكن بعيدة بدون أي تركيز من جانب ريسكيريدو، أو اللاعب اللي هو سدد في اللقطة الماضية جيام كيلي. تسديدة قوية، كاد أن ينقل المنتخب الأندونيسي إلى دور النصف النهائي. تسديدة جاستن هوبنر، أول لاعب رقم 23 ناثان تيغوي، كاد أن يؤهل منتخب بلاده إلى دور النصف النهائي. مستمرة عرضية، هذه المرة رأسية لكن بعيدة عن المرمى. المنتخب الكوري إلى خارج أرضية الملعب، رأسية عرضية، هذه المرة رأسية لكن بعيدة عن المرمى. المنتخب الكوري إلى خارج أرضية الملعب. هنا التسديدة، نعم، هل سيسجلها؟ يسجل لي كانغ، أرهان، كاد وقف في التسديد. بعض الإرباك لبعض اللاعبين المنتخب الكوري، تسديدة، ينجح، ونعم، أم جاستن يسجل. إرناندو كانغ عد للتنفيذ، جيوغ سانغ والتسديدة، نعم، يستعد الآن كيلي، ركلات الترجيح، هيونغ في التسديد، نعم، يستعد للتنفيذ ريسكيريدو، مرة واحدة فقط هنا التسديدة، يضيعها خلاص المنتخب. التسديد إلى التسديد، إرناندو، كمين في التسديد، يعني ركلة الترجيح، هنا التسديدة، نعم، يسجل في التسديد. أنا الآن في التسديد ما قبل النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخب الأندونيسي بعد رحلة طويلة كانت صعبة شاقة.